هلو هلو، قبل اي حاجه يلا نصلي على النبي. ولما بيعرف هان ان نان عندها في البيت بياخد ديله في اسنانه وبيجري على بيتها. ولما بيشوف الجده بيعملوا نفسهم انهم اول مره يشوفوا بعض، والجده بتفتكر ان لمبه الحمام فرقعت وبتكون عايزه حد يصلحها، فالاتنين بيفضلوا يتخانقوا على مين اللي هيصلحها. وبيحصل بعد كده شويه تنظيف وترتيب مفيش ست بيت تقدر تعمله، وده اللي بتكون بتحضر لهم العشاء. وهم بياكلوا بتعرف الجدة إن هان بيساعدهم لأن هو ونان أصحاب جدا، بس وقتها بيقول لها مش بساعدك علشان كده على فكرة. هو بيكون هيعترف لها بحبه، والجدة ونان بيكون قلبهم واقع في رجليهم وهم مستنيين رده، فبيفاجئهم وبيقول لهم إن هو بيساعدهم علشان الفلوس اللي هيكسبها من وراهم. فوقتها الجدة بتفهم إنه بيحبها، وهم مروحين ده بتشكر هان إن جاوب لها على كل الأسئلة في وقت بسيط جدا. فنان بيحس بالغيرة وبيعرفها إن هيديها الأسهم بتاعته تكون تحت تصرفاته، وإنه بكده هتكون صاحبة أكبر أسهم في الشركة. وبتكون في حاجة على شعرها بيشيلها لها، ووقتها هان بيكون هيموت من الغيرة عليها، بس بيحاول إنه ما بيبينش. وهم في الطريق بقى نان بيعرفوا إن بدأ يعجب بيها، ووقتها غيرته بتبان عليه لما بيكون عايز ينزل وياخد الباص. فبيسأله انت بتغير عليها ولا ايه؟ فبيقوله لا، وبيعرفوا انها ما تعملهوش اي شيء. فبيوقف العربية وبيقوله يلا انزل. وبتسأل الجدة ده إذا كانت بتحب نان اللي كان بيبعت لها الرسايل ولا نان اللي قابلته بعد 15 سنة، وبتكون عايزة تعرف هي هتختار هان ولا نان. فشوية كده وهنعرف الإجابة قدام. وتاني يوم التيم كله بيكون في الشركة علشان يلاقوا مشروع يقدروا يحققوا منه أرباح. وفي الوقت ده بيقابلوا جو اللي بيكون ابن عم نان، وبيديلهم جهاز كده بيقيس مدى كذب وصدق الإنسان، وكمان بيقيس درجة حماس الشخص لفكرة معينة. ولما دال بتقول لهم إن إحنا هنبقى شركة مشهورة زي جوجل، كان واضح إن كلهم متحمسين جدا، وعلشان كده الجهاز بيقيد في إيدهم كلهم. وبتكون المديرة بتتكلم مع هانو إن وان جالها فرصة استثمار كبيرة وهتدخل للشركة فلوس جامدة، وبتكون زعلانة لأنها كانت متخيلة إن البنت اللي كانت على المرجحة دي مش مادية أبدا. في الوقت ده بتكون بتسمعهم، وبتكون ماشية وبتقابل دال وبتقول لها أنا عرفت بالعرض اللي جالك، وأكيد انت استغليتي نفوذ أبوكي. بس أون بتعرفها إنها ذكية، وإنها مش أكتر من إنها استغلت الموقف ونجحت، وإنها استثمرت في شركتها بسهولة، وبتنصحها في إنها هي كمان لازم تفكر في الفلوس علشان تنجح. ووقتها دال بتوافق على عرض جوز أمها، وإن دي فرصة كويسة جدا لأنها هتخلي معاهم فلوس تكفي استثمارهم، مش 6 شهور بس لأ، ده 3 سنين قدام. وتاني يوم بيروحوا يقدموا حل المشكلة موجودة في الشركة بتاعت جوز أمها، بس بيسيب ابنه يجتمع معاهم، وأول حاجة بيتكلم فيها إنها أخته الصغيرة، وإنه يتكلم معاها بدون ألقاب براحته. ووقتها بيبدأ يبان هو عايز إيه منهم بالظبط، وإن الشغل بينهم هيكون عبارة عن إنهم يجمعوا 100,000 صورة مقابل إنهم يحطوا لوجو شركته عندهم. فنان بيتضايق من الكلام لأن ده بيكون استغلال رسمي، وده لأنهم مطورين برامج مش باحثين، وبيكونوا متضايقين جدا من اللي بيحصل معاهم. فبيقابلوا جوز امها وبيقول لهم انهم هيقدروا يحطوا شعار شركتهم على صفحتهم، وده كفايه عليهم، وانه كمان مش هيديهم فلوس. فبيكون فاكر انه كده بيغريهم وهيوافقوا، وبيقوم رايح رازع كلمتين لدلو انها لو كانت اختارته كان زمانها في حته تانية خالص، وانها ما كانتش محتاجه لشغلها ده، بس هي اللي فقريه واختارت ابوها. ووقتها عيونها بتبكي لانها بتحس بالذل. فعلا مش بيسكت وبيكسر اسمه وبيكون هيضربه، بس بيمسك نفسه، ده غير يعني الازاز اللي بيجرح ايده. وبيعتذر لده لانه مش هيقدر يشتغل مع الشخص ده وبيمشي. وهي بتروح وراه وبيكون زعلان انه خسرها عامل مهم، بس هي بتعرفه انها مش زعلانه وانهم هيشتغلوا على الفكره اللي قال عليها، وهي انهم هيعملوا تطبيق يتعرف على اي حاجه في حياه الانسان بحيث انهم هيساعدوا الناس اللي نظرها ضعيف. وتاني يوم بقى بتروح تقنع هان بفكره المشروع بتاعها، وبيفضل يعقد لها في الدنيا كعادته، وبيقول لها ان هو مش مقتنع ابدا بفكره المشروع، وخصوصا ان هو محتاج فلوس كتير جدا علشان يشتغل صح. ووقتها بتحس ان هو مقتنع بالفكرة بس بيضحك عليها، فبتحط في ايده جهاز الاحساس، ولو انه مقتنع قلبه هيدق والجهاز هينور. فبتبدأ تحكي له عن رسالة جات لها زمان من نان، واللي بيكون هو، وبيكون مضمونها انها ما تيأس ابدا وتفضل تحفر لحد ما تحقق حلمها. فوقتها قلبه بيدق والجهاز بينور، وهي بتقول له انا كده ماشيه صح، وهو بيكون شايف ان ده غش كبير، وبيروح يديلها لستة باسماء الشركات اللي ممكن تمولهم فلوس. وفي اخر الاجتماع بتساله على تاريخ عيد ميلاده، فبيعرفها ان هو نفس تاريخ عيد ميلاد نان. فوقتها بتتصدم وبتسال نفسها هو عارف تاريخ ميلاده ازاي. ولما بترجع البيت بيكون باين عليها القلق، والجده بتسالها ليه شكلها كده، فبتعرفها انها قلقانه لانهم عملوا تطبيق على موبايل بيساعد الناس اللي نظرها ضعيف، وبتنزله الجدة على موبايلها وبتبدأ تستخدمه. وكل ده ما بتعرفش ان التطبيق ده معمول علشانها هي. وبيروح الواد ابو شعر مسرسب ياخد صور نان من البيت،
وبيبعتها للعيب بيسبول مشهور جدا كان بيحب نان وهو صغير، وبيعرفه على تطبيق لأن هو كمان نظره ضعيف. فالرجل المشهور ده بيطلع في التلفزيون وبيعرف الناس على التطبيق وإن هو مفيد جدا. وبعد ما التطبيق ما كانش حد يعرفه، بعد اللقاء الصحفي ده عدى مع اللي بيعدوا، والجدة بقت بتدي لنان شوية انتقادات عن البرنامج علشان يطوروا للأحسن، وبتكون ده مش عارفة هتتصرف ازاي لأن البرنامج اتشهر جدا وكده هتحتاج مستثمر كبير وبشكل أسرع. وبتلاقي نان بيديها انتقادات الجدة، واللي بتعرف من خطها إن الجدة قدامها وقت قليل جدا وتفقد بصرها، فبتنهار من الخبر وبتروح للجدة وبتفضل تبكي وبتعرفها إنها تعمل المستحيل علشان البرنامج ده يكون أحسن حاجة. فتاني يوم بتروح لأون وبتطلب منها تروح معاها لجوز أمها وبتتفرج عليها وهي بتتوسل إليه. وطبعا أختها اللي بتكون بدون مشاعر بتوافق فورا، وبيروحوا يلاقوا نان قاعد على ركبه علشان يسامحه لأنه كسر له المكتب أو إنه يمشي القضية ويحبسه. ولما بيسأل ده انت هنا ليه، بتعرفوا إنها عايزاه علشان يكون مستثمر ليهم. فوقتها بينفخ صدره وبيقول لها ما عنديش مانع، انزلي مع صاحبك وتوسلي إلي وأنا هفكر في العرض. بس ده وقتها بتطلع موبايلها وبتسمعهم تسجيل الاجتماع اللي كان بينهم، وبتهدده ان هي هتفضحه وتعرف الصحفيين كل حاجة. والراجل بيكون بيتنطط قدامها وبتقوله بدل ما تعبك يروح في الأرض والشركة تروح منك، نحتفظ بكرامتنا أحسن كده ونستثمر في الشركة بتاعتنا. وبيكون واقف قدامها مقهور مش عارف يتكلم من لو يد الدراع. وفي البيت ده بتكون بتراجع التعليمات اللي هان كاتبها لها، وبتشوف ان الخط ده هي عارفاه جدا، فبتقارنه بين خط الرسائل بينه وبين خط نان، وبتكون هتتجنن هو ازاي ده يحصل. وفي الشركة بيروح شخص يسأل على اون، فدال بتروح توصله لمكتبها، واول ما بيشوفها بيضربها بالبيض اللي في ايديه وبيكون عايز يضربها اكتر، بس اختها بتدافع عنها وبتخبيها منه. والشباب بيقدروا انهم يخرجوا الراجل ده بره، وهي بتحاول تساعدها وبتمدلها ايدها علشان تقومها، بس طبعا اون بتفضل حقودة جدا وبتنفض لها وكمان بترفض مساعدتها. وبيعرف اهل نان ان مش هو رئيس مجلس الاداره في الشركه وانه مجرد مبرمج. ووقتها بيتصل بكانجو بيحذره ما يرجعش البيت، فبيروح يشرب مع اصحابه لحد ما بيفقد تركيزه، وبيفضل يتكلم معاهم على اساس ان هم دال، وبيفضل يعترف لها بالحقيقه وانه ما كانش يعرف انه هيحبها بجد وبيفضل يبكي. واصحابه بيشوفوا ان احسن حل يتصلوا بدال علشان تاخده بيتها تخبي من اهله عندها. ولما بتوصل بتلاقي ان حالته صعبه جدا، وكمان هان بيجي وبيطلب منهم يوصلهم للبيت، ومن غيرته بيعرض عليها ان هو يبات عنده، بس هي بترفض لانها بتكون مش مطمنه عليه. فبيروح يوصلهم للبيت، والجده بتصمم انه يتعشى معاهم، بس قبل العشاء بيغير ويلبس تيشيرت دال. ووقت الاكل بيلاقوا نان داخل عليهم، ولما هان بيشوف اهتمامها بنان بيغير جدا وقلبه بيكون بيولع، وبيصمم ان هو يبات عندهم زيه. ووقت النوم بيتخانقوا خناقه صغننه كده، وبيشوف نان انه مش لازم ياخد منه دال وانه بيملك كل شيء فما يكونش اناني ويسيبها له، بس هان بيقول له خد كل اللي بملكه وسيبها لي. ووقتها الاتنين بيكونوا وصلوا الحيطه سد وبيناموا وهما مش طايقين بعض. ولما بيصحوا الصبح مش بيلاقوا نان وبيكون مشي، بس بيطلع ان هو راح يجيب عربيه علشان يخرج الجده ودال، وبيكون هان عايز يروح معاهم بس نان بتطرده بالطريقه، وبيفضل ماشي وراهم ونان بيهرب منه وبيوديهم لمكان الجده كان نفسها تشوفه جدا، وبيكونوا مبسوطين اكتر من اي وقت سوا. وبتكون الجده قاعده بعيد بتصطاد، وبتشوف طشاش كده انهم قريبين من بعض، فبتسأل البرنامج عنهم، فبيقول لها ان هو شايف اتنين بيحبوا بعض وبيقضوا وقت رومانسي. وبتكون ده القعده مع الجده وبتعرفها انها شاكه ان نان اللي كان بيكتب لها وهي صغيره مش هو نان اللي هي بتحبه دلوقتي. فالجده بتسألها وانت بتحبي مين اكتر، وهنا بقى بنعرف اجابه السؤال، وانها كانت بتحب نان اللي كان بيكتب لها وهي صغيره. فهنا الجده بتبدأ تقلق. وتاني يوم بيقرر نان انه يرجع البيت، فبيلاقي اهله خارجين وبيستخبى منهم، بس بيعرف انهم قلقانين عليه جدا وان اهم حاجه عندهم انه يكون كويس. بس اول ما بيشوفوا ابوه بيديله علقه تمام، ووالدته بتعرفه انها زعلانه منه جدا وكمان قلبها مكسور لانها بتعرف اخباره من بره زيها زي الغريب، وبتشوف انه هي كده مش مهمه عنده. فبيقرر هان ان هو يروح يتكلم مع الجده ويعرفها ان هو بيحب دال وانها لازم تقف جنبه لانها السبب في العذاب اللي هو عايش فيه. بس هي بتتخانق معاه لانها سالته في الاول وهو كذب عليها وقال ان هو مش بيحبها. وبيكون ماشي وهو بيبكي وبيقول للجده ان كان احسن لو ما تقابلوش تاني وانه كان عايش من غير
صار وجع قلب، ووقتها الدنيا بتشتي جامد آخر حاجة، وبتاخد دال شمسية وبتنزل علشان تقابل نان علشان ما يتبلش، وده اللي بيعرفه من صاحبه لما بيكلمه. وهي مستنياه بتلاقي رسالة من هان بيعرفها ان هي ما تزعلش وان هو يروح لشجرة الكرز ياخد رسالة دال ويديها لنان. وبيطلع ان الموبايل بتاعها متلخبط مع موبايل الجدة، فبتروح جري لمكان الجدة القديم وبتلاقي هان وبيعرفها الحقيقة. وفي الوقت نفسه بيكون نان بيتصل عليها وبتسأله كانوا بيسيبوا لبعض الرسايل فين، فبيكون مش عنده اي اجابة، وهي وقتها بتكون هتتهبل من الصدمة. وهان وقتها بيقول لنفسه يا ريتك تحس بيا وتحبيني زي ما بحبك، بس هي بتكون في ملكوت تاني وبتمشي والدنيا بتكون سودا في عينيها. وبيروح لها نان وبيحكي لها عن كل اللي حصل بينهم وازاي يتقابلوا، وبيطلب منها تسامحه لانه ما كانش يقصد ان هو يكذب عليها، بس بتمشي وبتسيبه. وتاني يوم بيروح لعندها البيت، بس بتقوله ان احسن حاجه ما يشوفوش بعد فتره وانهم يكملوا شغل عادي كانهم ناس غريبه. وهو ماشي في الشارع بيروح له أليكس وبيعرض عليه ان هو يشتغل معاه، بس طبعا نان بيكون يائس من كل حياته وبيرفض عرضه على الرغم من انه هيسافر لسان فرانسيسكو وبيكون في مكان تاني خالص. ودال بتروح الشغل وبتتعامل مع الناس عادي جدا، ووقت الغدا بترفض تتغدى معاهم وبتروح يا عيني علشان تتغدى لوحدها، فبتلاقي هان رايح يرخم عليها وبيتغدى معاها، وبيعرفها ان هو يفضل جنبها وده علشان يرد معروف الجدة، وان معروف الجدة ده تحول بمشاعر ليها، وبيطلب منها ما تدلوش اي قرار غير لما تتأكد من مشاعرها. ووقتها بتكون مخنوقة وبتفضل ماشية في الشارع زي اليتيمة، وبتروح تشرب في الحانة لحد ما بتفقد وعيها. وبياخدها نان للبيت وفي الطريق بتعرفه ان كان لازم ما يكذبش عليها وانه يا ريت لو يرجع الوقت ويعرفها الحقيقة. ووقتها بيروح جري يجيب البدلة بتاعت صاحبه، وبيروح بسرعة جدا علشان يلحقها ويتعرفوا على بعض من جديد، بس بيلاقيها مشت وبتكون سابت له شنطته، وبيعرف وقتها ان ما بقاش في امل انهم ما يرجعوا لبعض. وبيكون ماشي مع الفريق بتاعه وبيقابل انه بتعرفه ان بسبب المشروع بتاعهم والده اتطرد من شغله، وان لو والده عمل مشاكل مشروعه هيفشل. فبيروح لوالده وبيطلب منه انه يدافع عن حقه وما يخافش عليه. وتاني يوم بيقرر هاني يروح بدل المساعد بتاعه يشرح للرؤساء التنفيذيين الاسئله اللي هتطرح عليهم، بس هو بيكون واخدها حجه وعمل كده لانه كان عايز يشوف ده لانها وحشته. وبيكونوا بيجهزوا علشان كل واحد يقدم مشروعه، ونان بيفضل يحفزها انها ما تخافش وانها اكيد هتنجح، وبيفتكر كلام هاني انها حتى لو ما نجحتش في المسابقه هيكون سند ليها وهياخد مشروعها وهينفذه. فبيروح جري لأليكس وبيعرض عليه ان لو عرضه لسه موجود هو موافق، فأليكس بيعرفه انه مش محتاج غيره في الفريق، بس لما بيلاقيه مصمم انه ياخدهم كلهم بيقول له سيبني افكر لحد بعد العرض. وكيم وهان بيكونوا طالعين سوا في الاسانسير، وفجأة بيقول لهان طالما انت قلبك طيب كده وخايف على ده ليه ما خفتش على اخويا وقتلته. فهان بيعرف ان هو ما قتلش اي حد وانه لو كان قتل حد كان زمانه في السجن. فكيم بيتضايق لما بيلاقي ان هو حتى مش فاكر اخوه وبيتكلم معاه ببرود وبيكون هيضربه، بس الاسانسير بيتفتح والمساعد بيلحقه. وهان بيروح يشوف مين اخوه ده وبيعرف انه كان مقدم في مسابقة من 5 سنين وكان المشروع بتاعه فيه اخطاء. وهان احبطه كالعادة وكان كلامه قاسي عليه جدا، والولد ما قدرش يتحمل كلامه ورمى نفسه بعدها باسبوع. وبتبدأ وان بشرح فكرة مشروعها، وبيكون بدل ان الكاميرات اللي بيتم استخدامها وبيتصرف فيها فلوس كتير هي قدرت تخترع جهاز بيقدر يكتشف الجريمة قبل ما تحصل. فوقتها والد نان بيسألها وانت ما فكرتيش باختراعك ده ناس قد ايه هتقعد في بيتها؟ فوقتها بتعترض على كلامه وبتقوله ان هو كده ضد الاساليب الحديثة، وان ابنه كمان بيشتغل على نفس فكرة البرنامج اللي بتعجب كل المستثمرين. وده بقى بتشرح فكرة مشروعهم وانه هيكون عبارة عن كاميرا متكلمة هتساعد الناس اللي نظرها ضعيف وتسهل حياتهم. بس أليكس بيسألها عن دقة البرنامج بتاعها واللي بتكون نسبته أقل نسبة في البرامج المتقدمة، ومن هنا بيقرر انه يقارن مشروعها بمشروع وون. وبيكون الكل حاطط ايده على قلبه لان نان بيكون متأكد ان البرنامج مش هيشتغل، بس الحظ بيلعب معاهم والبرنامج بيشتغل، وكمان جودة الصوت والصورة بتكون أدق عندهم. وأخيرا دال بتفوز على أون وبيشوفوا مان وهم بيتكرموا في التلفزيون، وبيزعل من نفسه جدا لأنه دايما بيحبط فيهم بكلامه وبيشوفهم إنهم فشلة وإن ده كان سبب إن أخو كيم يموت. وبترجع دال للبيت وبتحتفل مع الجدة بنجاحها، بس بتشوف أمها وفرحها بيتحول لحزن، وبتفضل تزعق مع الجدة إنها جابتها لبيتهم وبتعرفها إنها لازم تمشيها، بس الجدة بتعرفها وضع أمها وإنها هربت من جوزها اللي بيضربها وبيتنمر عليها. ووقتها دال بتحس إنها صعبانة عليها سيكا. وتاني يوم بتعرف دال إن هان أخد أجازة يريح أعصابه فيها، فبتقلق عليه وبتقرر إنها تتصل بيه، وبتعرفه إنهم
انهم كسبوا وان ده بفضل مساعدتهم ليها، بس هو بيشوف ان هو ما عملش حاجه غير ان هو بيحبطهم، وبيقرروا بقى انهم يمضوا العقد مع أليكس. ومن غبائهم مش بيقروا الشروط كويس، واللي بتكون عباره عن ان هو هيديهم 3 مليار وون مقابل ان الشركه تكون تحت ايده، وانهم هيروحوا لوادي السيليكون وهيفضلوا هناك 3 سنين. وبيعملوا نفسهم وقتها مهمين وبيقولوا هنرد عليك على الرغم من انهم ما صدقوا اصلا. وبتروح ده المعنى لشركته القديمة علشان تشوفها، وهناك بتشوف ناري وتشارو اللي بيكونوا بدأوا يحبوا بعض. وبيجي كيم وبيتكلموا على فكرة تطوير المشروع الجديد، وانهم لازم يبتكروا فيه، بس الابتكار ده هيحتاج فلوس كتيرة جدا، ووقتها ما بيكونش قدامهم غير عرض أليكس. وهل لما بيعرف بحوار العقد بيتنرفز وبيجري بسرعة علشان يوقفهم، ولما بيشوف العقد بيتأكد انهم لازم ما يمضوش معاه. بس وقتها بيكونوا مع أليكس وبيتفقوا على العقد، وكيم بيرفض انه يتصل عليهم وبيشوف ان هو عايز يضيع مستقبلهم زي ما ضيع اخوه. وبتيجي اللحظة الجبارة وهي لحظة سفرهم لسان فرانسيسكو. وبيروحوا تاني يوم الشغل وبيلاقوا هان يكون متعصب جدا، وده لانه بيعرف ان أليكس استغلهم ومش هيسفر غير نان والتيم بتاعه لوادي السيليكون. ولما بيعرف نان بيروح يسأله وبيعرف ان هو كان بيستغل الفريق، وان اهم حاجة عنده المبرمجين الاساسيين. وقتها بيعرفوا ان هيلغي العقد معاه، بس أليكس بيقوله مش هتعرف يا شاطر لان في شرط جزائي 6 مليار وون. فوقتها كيم بيعرف ان كلام هان كان مظبوط، وانه السبب في اللي حصل ليهم لانه منعوا يتصلوا بهم وبيتخانقوا معاه. فبيعرفهم ان هان كان سبب موت اخوه، وانهم لو سمعوا كلامه مستقبلهم هيضيع. بس هان بيكون سمعه وبيعرفوا ان ده مش ذنبه، وانه قال رايه مش اكتر. والكل وقتها بتكون اعصابه مشدوده، وبيفضل نام وهان يزعقوا مع بعض لانهم مضوا عقود الشركه من غير ما يقروها. وبيمشي هان وهو بيشتم فيهم، ونان طبعا بيروح وراه وبيفضل يقول له انت ليه بتحبطنا، ما تقول اننا مش وش شركات وخلاص. وبيحصل بينهم عركيه صغننه كده وبيفضلوا يدشملوا في بعض. وهان بيعرفوا ان هو لازم يتخلى عن تطبيق ضعاف البصر ويشتغل ويجيب فلوس، وبعد كده يبقى يطوره. ووقتها نان بيخرج عن شعوره، وبيعرفوا ان البرنامج ده معمول علشان جد الدل خلاص هتفقد نظرها. وبيجري هان على الجدة علشان يطمن عليها، فبيلاقي انها بتستخدم البرنامج وده علشان يساعدها تخلص عليه شغلها. فبيفضل يأنم نفسه لانه كان بيكسر مقاديف دال دايما، وانها كانت بتعمل كل ده علشان تساعد جدتها. فبيجري يحضن الجدة وهو منهار في البكا، وده لانه حاسس انه كل اللي بيحصل ده ذنبه هو. وبيقابل دال وهو خارج وبيروحوا يتعشوا سوا، وبتسأله ازاي يتصرفوا مع أليكس. وبيعرفها انهم مش هيقدروا يغلبوا أليكس، وان الشرط الجزائي كبير، وان احسن حل يشتغلوا معاه لحد ما يثبتوا نفسهم. وبتكون هي ونان بيتغدوا سوا، وبتفضل تقنعه ينسى القضية وان هو شاطر في البرمجة جدا، فالأحسن يطور من شغله علشان ينجح. بس هو بيكون مش مقتنع بكلامها وبيمشي، فبتخرج وراه وبتقنعه ان هو يستغل عرض أليكس. فبيسألها انت لو مكاني كنت هتسافري وتسيبيني؟ فبتقول له اكيد طبعا ما كنتش هضيع الفرصة دي من ايدي، ولا كنت هرمي مجهودي في الهوا. وبتقوم مدياله شلوت كبير في مشاعره، وبتعرفه انها تنفصل عنه لانها بتحب نان اللي كان بيكتب لها الرسائل. وبتكون ماشية فبيسألها لو قرارها ده بسبب عقد أليكس، بس هي بتعرفه ان ده قرارها من قبل ما تعرف العرض اصلا. وبيفترقوا كل واحد بيروح في طريقه، وبيروح هان لأليكس وبيطلب منه انه يسيب نان يكمل تطوير برنامج لضعاف البصر، وده اللي بيكون نان رايح يطلبه من أليكس. وبعدها التيم بيسافروا سوا وبيكونوا مشغولين جدا في تطوير برامجهم. وبتبدأ دال انها تدور على شغل جديد، وبتلاقي اعلان من شركة هون، وبتروح تعمل انترفيو معاها وبتنجح فيه، وكمان بيشتغلوا سوا وبيحققوا نتائج حلوة جدا. وبعد فترة بتقرر انها تفتح شركة خاصة بيها، بس هون بتكون المديرة بتاعتها. وبعد شوية سنين حلوة بنشوف أغنى تيم في العالم، وده لأنهم بيكونوا اشتغلوا على أكبر مشروع في وادي السيليكون، وكمان بيكونوا فتحوا عندهم قناة على اليوتيوب كبيرة، وبيعملوا زي المشاهير وبيصوروا حياتهم. وبيقولوا لكم هنا اشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيهات علشان يوصلكم مني كل جديد. وبتكون بتتفرج عليها وبنشوف قد ايه ان نان وحشها، وحتى نار اللي بتكون اتجوزت وخلفت بنوته اول ما بتشوف تشول بتفرح واعجابها بيه بيبان. وعلى فكره هي في الوقت ده بتنفصل عن جوزها، وتاني يوم في الشركه بيقابل هان الولد ده في الاسانسير، وبيقارن ايدهم ببعض، وبيفرح لما بيلاقي ان ايده اكبر منه، وده لان ده رفضت الولد ده بسبب ان ايده صغيره. وعلى طول تاني يوم بيروح يجيب خاتم خطوبة علشان يقدمه لها في الوقت نفسه اللي التيم بيكونوا راجعين في البلد تاني. وتاني يوم بيروح هان الشركة عندها علشان يتقدم لها بعد معاناة من التدريب الشاق، بس يا فرحة ما تمت بيلاقي نان في وشه وكل حاجة بتبوظ. بس بيطلع انه موجود في الشركة علشان عنده اجتماع شغل مش علشان يشوف دال اللي في الوقت ده بتكون في اجتماع بره الشركة، وبيكون في هاكر بيحاول يهكر برنامج الشركة بتاعتها، وبيتصلوا بها علشان ترجع بسرعة.
ولما بتوصل بتلاقي ان الهاكر دول طالبين منها 600 مليون او يسرقوا معلومات شركتها، وبعدها بتفكر ازاي تنقذ الشركة من الموقف ده، وبتكون مترددة انها تتصل على هان، بس بتلاقي نان بيتصل بيها وبيقول لها ان هو رايح لها في الطريق. وبيوصل للشركة واول حاجة بيجري على الكمبيوتر وهو زي القمر، وبيبدأ ان هو يوقف التحكير ده، وتشول وكيم كمان بيكونوا معاه وبيساعدوه. وبيكون الهاكر ده نفسه هو الهاكر اللي تسبب في طرد تشول من شغله الاولاني، وبينجحوا انهم ينقذوا الشركة. وبتكون دالها هتفقد وعيها، بس نان بينقذها وبيشيلها برومانسية كده، وبيعرفها انه راجع بعد اسبوع تاني وانه مبسوط جدا انه شافها، وانه هو ما اتبسطش كده من زمان، وبتشكره ان هو كمل مشروع ضعاف النظر. ولما هان بيعرف اللي حصل وان نان هو اللي انقذها بيكون متضايق، والغيرة بتكون هتاكل قلبه. وبيكون نان بقى راجع الشركة علشان ياخد الشمس بتاعه، واللي بتكون دال ماسكاه في حضنها وسرحانة في ذكرياتهم. فبيقابل هان وبيمنعه انه يقابلها، وبيزعل جدا من نفسه لدرجة انه بيتصل بيها وبيعرفها انه منع نان يقابلها، لكنها بتعرفه ان ده اصح قرار، وانهم انفصلوا من 3 سنين وما بقاش في بينهم رجعة. فلما نان بيحاول يكلمها بتقفل الموبايل في وشه. وتاني يوم التيم بيقرروا انهم يفتحوا شركة جديدة في كوريا، وانهم ما يرجعوش تاني سان فرانسيسكو، وبيشوفوا انهم لازم يعملوا اعلان قمر، وده بيكون عن طريق ابو شعر مسرسب ابن عم نان. ويوم الاختبارات بتاعة شركة دال بتكتشف ان جوز امها وابنه عملوا نفس المشروع بتاعها، وده عن طريق الاتنين الموظفين اللي في شركة دال اللي باعوها وراحوا اشتغلوا عنده. وون في الوقت ده بتتضايق جدا وبتروح لدال وتعرفها انها لازم توظف كيم وتشول معاها، وده لانهم محل ثقة. بس دال بتكون رافضة لانها كده هيكونوا تحت ارادتها، وبتهددها انهم لو اشتغلوش معاها هترفدها. وبتروح دال بعد تفكير طويل لنان، بس بتلاقي هناك مستثمرين كتير جدا عايزين يشتغلوا معاه، ووقتها بتقرر تتصل بيه، بس هو مش بيرد عليها وبيقفل في وشها التليفون، وده لانه بيكون مشغول مع الناس. ما هو بقى مهم جدا، بس اول ما بيخلص بيلاقي اللي في وشه، وبتدخل في الكلام على طول وانها عايزاه يشتغل معاها في الشركة بتاعتها. فوقتها بيطلب من الشباب يخرجوا، وطبعا بيكونوا مرعوبين يقبل عرضها. ووقتها المعلم بيقول لها انت مش زمان قلت انك مش بتحبيني، انا كمان بقولك دلوقتي انا مش بحبك، ووشك ده مش عايزه اشوفه تاني يا اموره. فبتمشي وهي منهاره في البكا، ونان بيكون مخنوق والعصبيه عنده معديه ليفل الوحش الجبار، وبيقرر ياخد العجله بتاعته وبيروح لمكان بعيد جدا، وده لان الرياضه بتخليه يتعب وما بيفكرش في دال. بس اول ما بيوصل بيلاقي دال في وشه، واللي اول ما بيشوفها بيكون عايز يمشي، بس هي بتقوله ان علاقتهم ما انتهتش وانها لسه بتحبه من 3 سنين فاتوا. وبتقوم رايحه في النوم من التعب على كتفه. وبيقرر المعلم وقتها ان هو يوافق على عرض دال بعد ما بيلاقي انها محبطه من الشغل، وده بشرط ان هو يدخل شريك معاهم في الشركه وهيشتري اسهم منهم. وبيجي بقى يوم المسابقه وبيفضلوا يجربوا العربيه بتاعتهم، والتين بيكون اجتمع تاني، وجوز امها وابنه اللي بيكونوا سرقوا فكره مشروعهم مفكرين انهم هينجحوا، وان دال ووان هيخسروا لانهم فاكرين انهم ما طوروش حاجه في العربيه بتاعتهم. بس اول لما الاختبار بيبدا العربيه بتقدر انها تفادي اي جسم غريب يقابلها، ده حتى العربيات اللي بتخرج قدامها بتفاديها برضه، وده غير سرعتها الجباره. بس العربيه فجاه بتقف بدون اي مبرر، وبيكونوا مفكرين ان هي كده هتخسر وانها اتعطلت، بس بيطلع ان العربيه قدامها قطه وعلشان كده وقفت وفادتها. كون ان العربيه اللي بتمشي لوحدها دي اختراع في العالم الجديد. ووقتها وون بتروح لجوز امها وبتهدده ان هي هتدخل قصاد المنافسه اللي جايه، بس هو بيقول لها ما تحاوليش هتفشلي، احنا شركه مشهوره يا ماما. وفي الوقت ده بيعلنوا ان شركه دال هي اللي فازت. ووقتها وون بتروح لدال وبتاخد رايها يدخلوا المناقصه قدام جوز امها، بس دال مش بتوافق لانهم شركه صغيره ومش هيقدروا يصدوا قدام شركه جوز امها، وانها زمان اخذت قرار غلط كان سبب في ان شركتها تتفكك. وبيكون نام سامع كل كلامهم، وبنشوف ابن عم نان وهو جايب لهم برنامج بيحرف الحظ، وبيطبقوا ده علشان تعرف اذا كانت هتنجح في المناقصه او لا. بس البرنامج بيعرفها انها تفشل في المناقصه، ووقتها بتشعر بالاحباط، ونان بيقول لها انت سترونج وومن وهتكسبي ما تقلقيش. وفي الوقت نفسه ناري بتروح تعترف بحبها لتشول، وده طبعا لانه بقى غني، لا وكمان بتتغرغر بالراجل لدرجه انه من الذهول بيكون هيغمى عليه، وبيكونوا كلهم نازلين في الاسانسير وبيتعطل بيهم. فبيفتح نان معاها كلام وبينصحها انها لازم تدخل المنافسه الجديده، بس هان بيكون شايف انهم هيخسروا وان دي مضيعه للوقت وهي بتكون هتموت من الحيره. فنان بيعرفها ان هو في ظهرها في اي قرار تاخده، وبيروح هان لنان وبيطلب منه رسائل دال، بس نان كمان بيكون مش سهل وبيطلب منه الزهريه اللي كانت جايباها له في مكتبه القديم، وبيتفقوا سوا على انهم هيبدلوا الحاجات دي مع بعض.
بس نان لما بيروح البيت وبيقرا الرسائل بيغير من المشاعر الملتهبة والكلام الدايب بينهم، وبيرفض يرجع له الرسائل. ووقتها هان بيتعصب عليه، وبيكون هان مصمم ياخد الرسائل بتاعته، وبيروح لنان بس والده وقتها بيعرض عليه ان هم يشربوا سوا، وبيسأله نان انت ليه كنت بتستخدم اسمي في رسايلك، وبيعرفه لانه كان يتيم وكان بيحسده لان اهله جنبه. ونان بيعرفه ان هو كمان بيحسده لان ده بتحبه هو، وانها مش بتحب غير كف ايده الكبير بس. ولما بيفوق الصبح بيتأكد ان ده بتحب نان لانها كانت رفضت عرض شاب قبل كده بسبب ان ايده صغيرة. ولما بيكون ماشي بيتفق معاه ان هو يحتفظ بذكرياتها معاها، وهو بقى يروح يقرب منها، وبيكون حزين لانه قضى معاها 3 سنين ومعرفش يخليها تحبه. وبيقابل ناندل وبيسألها هي ليه بتحبه رغم انه كذب عليها وخدعها، وانه اكيد مش بسبب ايده الكبيرة. ووقتها بتعرفه انها مش محتاجة سبب علشان تحبه، وان هي بتحبه لشخصه. فبيفرح وبيطير من الفرح. في نفس الوقت بيكون جوز امها بيشتري صحفي من تحت بير السلم علشان يسوق سمعة شركتهم، ويعرف الناس انهم اتعرضوا لعملية تهكير. وده بتكون رايحة علشان تقابل هان بس بيرفض يقابلها. وبعد شوية بيفتح الباب ويكون دايخ ويقع على الارض، بس ده بتلحقه بسرعة وبيشكرها وبيمشي. فبتسأله ده هو ليه بيتجاهلها، فوقتها بيعرفها علشان هو حبها جدا، وان هو لو ما تجاهلهاش هتتأذى بسبب مشاعره. وبيمشي وهو حزين، وبيبدأ التيم كله ان هو يتدرب على المناقصة. ولما بيشوفهم ابن جوز امها الحيزبونة بيعرف انهم هيقدموا في المناقصة، فبيجري على الصحفي وبيعرفوا ان شركة ده لحد اخترقها قبل كده، وده طبعا علشان يفضحهم وشركتهم تقع والاسهم كمان تقع. بس هو بيروح يقابلهم وبيسألهم اذا كان ده حصل ولا لا، وبيعرفوا انهم اتعرضوا لعملية تهكير بس قدروا يوقفوها، وانهم طوروا من نفسهم واستحال شركتهم تتعرض للموقف ده تاني. وهل لما بيعرف ان الصحفي ده راح يقابل ده بيعرف ان في حد مسلطه عليهم لان مشهور عنه الفساد، وبيفضل يتصل على دال بس هي بتكون مش بترد. فبيجري علشان يلحقها، بس هون بتقابله في الطريق وبتعرفوا انها عارفه كل حاجه، وانها هتشخلع الصحفي ده، وانهم عارفين من الهاكر اللي عمل فيهم كده، وانهم الاتنين اللي خانوهم قبل كده وراحوا اشتغلوا في شركه جوز امها. وبيعرفوا الصحفي بالكلام ده، وانهم سلموا الدليل للشرطه، وان زمان الشرطه دلوقتي في الطريق علشان يقبضوا عليهم. وبتشوفوا ان الصحفي وبيكون من الخوف رجله بتخبط على الجيران، وبتقول له لو انت جامد وريني نفسك واكتب بقى حرف عننا. وبيكون هان عندنا وبيلاقي الجده بتزوره، وبيعرفهم ان هو يسافر ويسيب البلد، وده لانه مش قادر يكون موجود قدام دال لانه كل ما بيشوفها بيقع في حبها اكتر. لكن الجده بتعرفه انها محتاجه جنبها، وبتترجى ما يتخلاش عنها وان هي لها حق عليه علشان هي اللي رباته. فبيقرر وقتها ان هو ما يسافرش. وبيكونوا في الشركه وبيتكلموا عن المنافسه، وبيكونوا متاكدين انهم مش هينجحوا، وكل واحد فيهم بيقول لو نجح هيعمل ايه. فمثلا كيم بيقول ان هو هيحلق شعره، اما ناري بتعرفهم هي هتحب مين، ونين بقى هيطلب ايد دال، ودال بتكون من الفرحه بتبكي. وبيعرفها نان انهم لو قدروا يطوروا من نفسهم ويخترعوا اساليب جديده اكيد هيكسبوا. ولما بتعرفون انها عايزه تطور البرنامج اكتر بترفض، وبتقول لها ان مفيش امكانيه لده. وبعدها بتقابل دال هان وبيشكروا بعض على المشاعر الجميله اللي كانت بينهم، وانهم لازم ينفصلوا عن مشاعرهم زمان ويبداوا انهم يكونوا مشاعر صداقه ويحترموا بعض. وبيجي لقون الموافقه من المحكمه بتغيير اسمها لوالدها الحقيقي، وبتروح تعرف جوز امها انها غيرت اسمها، وانه طردوا لها زمان من الشركه رجعها لعقلها تاني، وانها عرفت قيمه نفسها الحقيقيه. وبتسيبه وبتمشي، وهو بيكون مصدوم صدمه عمره لانه بيكون متخيل ان هي ما كانتش هتقدر تبعد عنه بسبب الفلوس. وبتروح بعد كده تزور جدتها وبتكون فرحانه بيها جدا، بس للاسف الجده بتكون فقدت نظرها ومش هتقدر تشوف ملامحها. ووقتها دال بتكون بتعتب عليها انها اتاخرت كل ده علشان تشوف الجده، لكن الجده بتعرفهم انهم شايفاهم، وده من خلال ذكرياتهم القديمه سوا. وبتدي دال لقون 10,000 فون، وده لانهم كانوا متراهنين على اللي تكون اغنى من التانيه تديها المبلغ ده. فبترد عليها قون انها لو رفعت مستوى شركتها هتكون افضل منها بمستويات. وبتروح للمديره تطلب منها تشوف مستثمر لشركتهم، فالمديره بتقول لها انها هتكون مستثمره بتاعتهم، وده بيكون رد جميل لوالدها. ولما بتعرض على هان ان هو يكون المستثمر بيرفض، لكنه بيوافق في الاخر. هو بيقابل نان علشان يعرف اذا كان موافق يكون مستثمر في شركتهم ولا لا، بس نان بيعرفوا ان هو دايما بيحبطهم. وبيساله هو انا لو رفضت ايه اللي هيحصل، فنان وقتها بيشوف ان ده حقه. هو بيعرفوا ان بيه او من غيره هيحققوا نجاح جامد، وده اللي مخليه عايز يكون وسطهم. فنان وقتها بيوافق وبيسلموا على بعض سلام كده مش ولا بد. واخيرا دال والتيم بتاعها بيفوزوا في المناقصه، وبتتجوز هان ونان اخيرا، والشركه بتنجح وبيكونوا احسن فريق في العالم. وبكده بيخلص المسلسل. فلايك وشير واشتركوا في القناه وفعلوا جرس التنبيهات علشان يوصلكم مني كل جديد، وما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات اسماء المسلسلات اللي تحبوا تسمعوها. سلام.